انا معجب بصاحبة اختي من زمان، ولما كانت تيجي تلعب معانا كان بيكون اسعد يوم في حياتي، بس هي من زمان بتعاملني زي اخوها، وانا بصراحة كنت بخاف وعمري ما قلت لها اني معجب بيها. وسبحان الله لما كبرنا دخلت معايا نفس الجامعة، ولما بقيت اشوفها كل يوم قدامي بقيت احبها اكتر من الاول، لحد ما قررت اخرج عن صمتي وكلمت اختي وقلت لها اني معجب بيها واني نفسي اخطبها، وطلبت من اختي تروح تسالها لو هي بتحبني، بس اختي للاسف ما بتعملش حاجه لله، وقالت لي متقلقش هظبط لك الدنيا، بس لازم تعزمنا في مكان من غير ما تكون معانا، واخدت مني 1000 جنيه للعزومه و500 جنيه رشوه ليها، بس مش مهم، اهم حاجه النتيجه. ولما رجعوا كنت متحمس وقلت لها حصل ايه، قالت لي احنا كنا قاعدين في امان الله وبناكل، ورحت سالتها لو جالك عريس زي اخويا كده هيكون رايك ايه فيه، ويا ريتها بقى يا اخويا رفضتك وبس، دي سابت المعلقه من ايدها وقالت لي ما انت شايفاني قاعده باكل ومبسوطه، مش لازم تسدي نفسي باخوكي اللي شبه المفتش كرومبو ده. انا دلوقتي عمال بكدب نفسي، واكيد هي بتحبني بس اتكسفت تقول، ما انا مش هخسر فلوسي وكرامتي كمان.